هبهر السردين كمان. كل اللي انا هعمله توم وملح وليمون وبرده شوية شطة وكمون. خلطة السردين هتحتاج معايا لزيت لايت شوية بس بسيط او زيت زيتون. انا بس حابة النهاردة ازود على السمك السردين معلقة سمنة صغيرة خالص بلدي. كانت مرة واحدة زمان قالت لي عليها، قلت لها ايه ده؟ معقول حد يعمل سردين ويحط عليه سمن بلدي؟ اكيد الطعم مش هيبقى هو. بس النهارده هنجربها لان السمن البلدي بيغير طعم اي حاجه، وطبعا سمن بلدي طبيعي والسردين اوميجا 3 كتير فيه، هيطلع معانا حلو ان شاء الله. هحط في الطبق بتاعي اللي هحط فيه السردين من تحت شويه نعناع وشويه كرافس وطماطميه كمان. السردين بتاعي هنزل عليه البهار هظبطه كده، وبعدين ابتدي ارصه. الطبق بتاعي بسم الله. ادي السردينات اهو، وهنزل عليهم الصوص. طبعا مش هياخد وقت معايا في الفرن. هزود شوية صينية زودت عليها شوية جمبري بدون أي بهار، جمبري خالص. ده شوية من البهار كانوا فاضلين في الطبق، هحطهم في نفس الطبق كده بتاعي علشان الفرن لما يطلع البخار يا دوبك ياخد ده وما يعمليهوش ناشف، يبقى جوسي كده لذيذ. هنبص على السردين بتاعنا، واو، خليه شوية كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ده السردين بتاعي. طبق السردين بالجمبري صحي جدا، زيت وليمون وكمون وشوية شطة، من تحت كرفس ونعناع، وهنشوفه مع بعض. وده الصوص بتاعه، وبالهنا والعافية. طبعا انا حطيت له مع الزيت الصحي معلقة سمنة بلدي صغيرة جدا، هتديني طعم كتير حلو. وبالهنا والعافية. يعجب الفيديو يشترك معنا في القناة، وعملنا لايك وشير، وصلى الله وسلم.